اهلا بيكم ولسه مكملين رحله الهجره بعين الاداره. اتكلمنا عن مصعب بن عمير والاحداث اللي حصلت معاه على مدار سنه، عرفناه على انه اول تشينج ايجنت في الاسلام، اول امباسادور في الاسلام. اتكلمنا عن السلكشن كرايتيريا وعمل ايه وبعض الاحداث اللي بينت قد ايه ان هو غير الانفراستراكشر، قدر يديفلوب كوميونتي، قدر يعمل تشينج في الكالتشر بتاعه يثرب. وكان الكلام ده كله سموث انفلونس، ما كانش حاجات راديكال تشينج، ولكن تشينج حصل بمنتهى السلاسه والبساطه. ولو لسه ما اتفرجتش على الحلقات دي ارجع بص عليها في الاي فوق او في الديسكريبشن تحت. بعد سنه تقريبا بيرجع مصعب بن عمير لمكه، بيرجع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشايل اهم واقوى الاخبار وقتها. خبر بيقول مفيش بيت في يثرب إلا ودخله الإسلام. بس هل الموضوع كان معدي كده بمنتهى البساطة كمعلومة؟ طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرح بالريزلت اللي رجع بيه، ولكن فرح بسلوك القائد اللي بدأ ياخد انسايتس أكتر وأكتر علشان يبدأ يحلل الوضع الحالي، علشان يبني على أساسه خطة للمستقبل. احنا كده رايحين لفين؟ فكان في احتياج جامد لاستيعاب المرحله الحاليه بكل تفاصيلها، وده كان هيجي من الانبوتس والانسايتس والانتليجنس انفورميشن اللي جايبها لنا مصعب ابن عمير. وبالتصور دون تعالوا نبدا نحسن الفيجن بتاعتنا، نحسن الرؤيه بتاعتنا، احنا كده ممكن نروح لفين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما استعجلش، قعد يسمع كل التفاصيل، قعد يسمع كل المعلومات اللي جايبها مصعب بن عمير، تفاصيل عن أسماء الناس داخل الإسلام، البيوت، العائلات، مين دخل بسرعة، مين دخل بهدوء، سرعة الاستجابة بتاعتهم كان شكلها إيه. بدأ يعمل ستيك هولدر أناليسيز كامل، ومين سبورتيف ومين ريزيستنت ومين نيوترال، مين الناس اللي معاها باور وبقت معانا، مين الناس اتحولت من ريزيستنت ل سبورتيف، اوزان كل الناس شكلها ايه. بدا يعمل ويتنج للستيك هولدرز، بدا يعمل برايورتايزيشن للستيك هولدرز اللي موجودين هناك، بدا يقرا المجتمع بصوره كامله، ولكن من خلال الانسايتس والتفاصيل والانتليجنس انفورميشن اللي جايبها مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير ما رجعش لوحده، ده رجع وفي وراه 75 بني ادم، 73 رجل وامرأتان. تخيلوا الأرقام بتتحرك إزاي، وزي ما اتفقنا أرقام بتتحرك أورجانيك وبسهولة وبسلاسة. اتكلمنا عن 6 بقوا 12، ال 12 راجعين النهاردة 75، ودول كمان اللي راجعين، ما بالك بقى الناس اللي ما جاتش مع مصعب ابن عمير أو ما جاتش في موسم الحج. ال 75 دول اتعامل معاهم ميتنج مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استراتيجيك ميتنج. هنا الدنيا بدأت تتغير، هنا بدأنا نتحرك في اجريمنتس مختلفة. لو تفتكروا قبل كده التطور اللي حصل، 6 كان مجرد الكلام عن الإسلام مش أكتر من كده، ال 12 البيعة الأولى، وبرضو كان كلام وتعهدات ليها علاقة بيه هنعمل إيه كمسلمين. وخرج معاهم مصعب ابن عمير لمدة سنة. ال 75 راجعين، 73 رجل وامرأتان، النهارده جايين عشان يبنوا agreement of launching البروجكت. واخدين بالكم التجهيز كان واخد وقت قد ايه؟ تاني يا جماعه رجوعنا لورا مش عبثا، احنا راجعين ورا عشان نشوف فعلا ايه الخطوات اللي اهلت لللونشنج بتاع المشروع. كل اللي فات ده كان ممكن نعتبره بري انيشيشن، زي ما اتفقنا infrastructure preparation وديفلوبمنت للكوميونتي وديفلوبمنت لمايند سيت وكالتشر ترانسفورميشن. كل ده كان فيزز بنتحرك فيها في المشروع كبري لونشنج للمشروع نفسه. وهنا بدأ التخطيط للميتنج نفسه، ولكن هنا كان في مشكلة كبيرة. احنا قبل كده كنا بنتكلم في أعداد صغيرة، كنا بنتكلم في 6 وبنتكلم في 12. يعني ايه يحصل ميتنج ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و75 بني آدم ويبقى سري؟ انتوا متخيلين حجم البريباريشن، حجم البلاننج اللي حصل عشان الاجتماع دون يفضل فعلا سري؟ يعني ايه اقعد مع 75 بني آدم وكمان يبقى في السر؟ تخطيط رائع من قيادة فذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ يخطط للاجتماع دون يتم
امتى؟ يتم في توقيت فين؟ في الليل. يتم امتى؟ كأنهي يوم؟ اختار اخر يوم في موسم الحج، اللي هو تاني يوم الناس خلاص هتروح لبلادها، خلاص موسم الحج انتهى، شعائر الحج كلها انتهت، والناس دي كلها هتروح. فيبقى اللقاء في اخر يوم، وبالتالي نلتقي ونجتمع ونسات الاستراتيجي، نسات الاجريمنت بيننا وبين بعضنا، وبعدها على طول كل واحد يتحرك. طب ليه ريسك مانجمنت يا اصدقائي؟ لان في كوميونتي عايشه حواليا، قريش والناس اللي موجوده جوه مكه، الريزيستنس ستيك هولدرز اللي مستنيين يعملوا اتاك على المشروع دون. ازاي نتفاداهم؟ ازاي نعمل خطه تمويه علشان ما يشوفوناش وعشان ما نخبطش فيهم؟ فكان متحدد الميعاد في النص الاوسط او الثلث الاوسط من الليل، زي ما اتعلمنا كلنا في الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الاخير من الليل. طيب ليه؟ لان في الفتره دي او في عدد الساعات دي هتلاقي معظم الناس فعلا نايمه، يا اما كانت سهرانه ونامت متاخر، يا اما نامت بدري وخلاص قربت تصحى قبل الفجر. فتوقيت مفيش حركه كتير. مش بس كده، وال75 نفسهم بداوا يتحركوا تحركات غير ملفته للنظر، وقعدنا في مكان او اجتمعنا في مكان بعيد شويه في منأى عن الناس علشان محدش يشوفنا. مش بس كده، وكمان كان في فرق تأمين، كان في ناس مسؤولة عن الحراسة، كان في ناس عينها بتبص على الدنيا بتتحرك ازاي حوالينا، علشان لو في اي هازارد حصل، لو في اي مخاطرة بتحصل دلوقتي نقدر ناخد بسرعة كوركتيف اكشن ونقدر نتعامل مع الاحداث immediately. فويل بلاننج كان بيحصل للاجتماع. تاني، اجتماع ما هوش سهل، واجتماع مع عدد كبير، ولازم الاجتماع دون يتم في سرية تامة جدا. الكلام اللي هيتناقش في الاجتماع دون ما ينفعش يخرج، وبالتالي لازم يكون تخطيطه على المستوى دون. ايوه، قيادة مش سهلة، قرارات مش سهلة، شخصية قادرة تحسب كل حاجة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قادر يحسب كل تفصيلة، مش سايب أي حاجة لظروف، مش سايب أي حاجة للصدفة. قدر يخطط للميتنج، وهيجتمعوا ال75 في سرية تامة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يحطوا اجريمنت واضحة للي جاي كله. أعداد اتحركت من 6 ل 12 ل 75. بعد ما كنا بنتكلم عن ازاي نخش في الاسلام، احنا دلوقتي بنتكلم ازاي نقوم او اكبر واهم مشروع في الاسلام، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقة الجاية. استنونا في الحلقة الجاية نتكلم عن البيعة الكبرى. شير الحلقة وشير الحكاية وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لأكبر عدد ممكن حوالينا.